انك ترفع الشعار في مواجهة امريكا. اذا انت بتقول الموت لامريكا وبيقتلك علنا، بيقتل اخوتنا في فلسطين. انتم بتسمعوا يوميا من يشاهد التلفاز ومن يشاهد قنوات التلفزيون ومن يشاهد مواقع التواصل الاجتماعي بكاء النساء والاطفال وصراخهم، والله انه يدمي القلب. لو ما في الانسان لا غيرة ولا حمية ولا نخوة ولا شرف انه يقف امام هذا الموقف العظيم، يعني امام هذا الظلم الكبير على شعب فلسطين، وما يكون لك موقف. وش ما يقول لك؟ المسألة مسألة عاطفة، ولا المسألة مسألة ان احنا وقفنا معهم من باب جانب سياسي ان احنا نشتي نكسب شعبية مثلا في الوطن العربي او الداخل المحلي. لا، المسألة مسألة دين، المسألة مسألة كرامة، المسألة مسألة شرف أمة بكلها. يعني الفلسطينيين اخوتنا يجب ان احنا نقف معهم بكل ما نستطيع. ولذلك شوفوا موقفنا ليش انه مميز. يعني مثلا اهب لكم كمثال السيد القائد يحفظه الله طوال 9 سنوات، يعني والحرب علينا يوميا والقتل فينا يوميا. هل كان السيد القائد يطلع يخطب كل خميس ويطلع يعمل خطاب كل يوم خميس ويطرح فيها مثلا التفاصيل حق المعركة مع السعودي والإماراتي؟ كان أحيانا يجلس 6 أشهر لو ما يطلعها بخطاب. ليش اليوم مع غزة بيطلع كل خميس ويعلن خطاب ويقف مع مظلومية غزة؟ لأن غزة اليوم ظلمت ظلم ليس لها مثيل في التاريخ، وموقفنا اليوم معها موقف ليس له مثيل في التاريخ.